السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل متابعي القناة. حلقة جديدة عن أخبار الرياضة المصرية والعالمية. النادي الأهلي يعلن قائمته النهائية لكأس العالم للأندية. حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، حمزة علاء. خط الدفاع محمد هاني، خالد عبد الفتاح، محمد أشرف، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة. خط الوسط عمرو السولية، مروان عطية، حمدي فتحي، اليو ديانج، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، محمد فخري. في الهجوم بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم، كهربا، ومحمد شريف. وتم استبعاد برونو سافيو وأيمن أشرف ومحمد الضوي كريستو ومصطفى مخلوف وشادي حسين من القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية. بعثة الأهلي تتوجه إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي غدا في الدور الأول من كأس العالم للأندية. قناة الأهلي تناشد المسؤولين عن الرياضة في مصر بضرورة الحصول على حقوق بث مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية ولو على البث الأرضي فقط. تذاكر مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي تنفذ بالكامل قبل المباراة ب48 ساعة. فيفا: في حالة تعادل بين الأهلي وأوكلاند سيتي في الوقت الأصلي للمباراة سيتم اللجوء للأشواط الإضافية، وفي حالة استمرار التعادل سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل للدور الثاني في البطولة. بعد فشل ضم موليكا وجوستافو سوزا، كولر يرفض ضم أي مهاجمين آخرين تحت السن ويبلغ إدارة النادي الأهلي بذلك. الأهلي يقيد كهربا وأحمد قندوسي وكريستو وخالد عبد الفتاح ومروان عطية في قائمته الأفريقية استعدادا لخوض دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا في منتصف فبراير. برونو سافيو بعد استبعاده عن قائمة الفريق في كأس العالم. اللعب في كأس العالم للأندية يظل حلما بالنسبة لي، أثق في قدرات الفريق على تحقيق العديد من الإنجازات هذا الموسم بفضل مجهودات كافة اللاعبين والذين يمتلكون عقلية المكسب والبحث دائما عن التتويج بالبطولات. تأزم صفقة انتقال إمام عاشور لنادي ميتلاند الدنماركي بسبب رغبة الزمالك في توقيع اللاعب على إقرار بعدم اللعب في مصر إلا لنادي الزمالك، وهو ما رفضه اللاعب والنادي الدنماركي، والزمالك أجل إتمام باقي الصفقة لحين الوصول لاتفاق مع اللاعب. جالاتا سراي يقدم عرض رسمي للنادي الأهلي لضم أليو ديانج مقابل 6 مليون و500 ألف دولار. ومصدر من الأهلي ينفي دخول أليو ديانج في أي صفقات تبادلية مع جالاتا سراي لضم موليكا، ويؤكد أنه لا يوجد أي نية للتخلي عن اللاعب المالي خلال الفترة الحالية. ميتلاند الدنماركي: إدارة الزمالك غير محترفة على الإطلاق، ونمهل الزمالك فرصة لإرسال الصيغة النهائية للعقود، وفي حال عدم إرسالها سيتم التعاقد مع لاعب بديل، خاصة أننا وصلنا لمفاوضات متقدمة مع بعض اللاعبين. الزمالك يريد وضع بند برفض اللعب في مصر سوى للزمالك ونرفض ذلك. إمام عاشور على قناة الزمالك: فرصة الاحتراف لا تأتي سوى مرة واحدة، وأجلس مع مرتضى منصور الآن منذ 5 ساعات لإقناعه باحترافي. ومرتضى منصور يرد: أحاول إقناع إمام عاشور الآن بالبقاء في النادي، ولكنه رافض البقاء في الزمالك. الاتحاد السكندري يعلن إنهاء إعارة أحمد السيد غريب وعودته إلى النادي الأهلي. هاني حتحوت: فيريرا يقود الزمالك أمام شباب بوليسداد في دوري أبطال أفريقيا. الخطيب يجتمع بالجهاز الفني ولاعبي الأهلي في المغرب، ووجه لهم رسالة هامة بشأن أهمية الفوز على أوكلاند سيتي. وقال الخطيب: أثق فيكم جهاز فني ولاعبين، وعليكم ببذل أقصى جهد وتقدير المسؤولية وتقديم مستوى يليق باسم وتاريخ النادي الأهلي. سيد عبد الحفيظ: محمد الشناوي تلقى عرضين للاحتراف من ويجن الإنجليزي والنصر السعودي خلال انتقالات يناير، لكنه استجاب لرغبة النادي لحاجته لخدماته ووضع مصلحة النادي أولاً، ليضرب مثلاً في الإخلاص للأهلي ويعكس قيمته الكبيرة وحبه للنادي. أسوان رفض العرض الأول من الزمالك لضم اللاعب أحمد بالحاج.
أسوان حدد سعر اللاعب 20 مليون جنيه، وقد حاول الزمالك تخفيض المبلغ المادي ولكن أسوان لا يقبل. الزمالك عرض استعارة بالحج حتى نهاية الموسم مقابل 3 مليون جنيه مع نية الشراء مقابل 9 مليون جنيه، ولكن أسوان يمتلك عرض مصري آخر لضم اللاعب مقابل 12 مليون جنيه في الوقت الحالي. الزمالك فشلنا في ضم عبد الله السعيد من بيراميدز حتى الآن، وسنعقد جلسة أخيرة مع مسؤولي بيراميدز لمحاولة إنهاء الصفقة والأقرب فشلها، كما أن أسوان رفض عرض الزمالك لضم بالحج ولكن المفاوضات مستمرة. حتى الآن لا يوجد أي صفقات، وقد نضطر لإنهاء الميركاتو الشتوي بالاكتفاء بناصر منسي. انتهت أخبارنا. اكتب لنا في التعليقات رأيك في اللاعيبة المستبعدين من قائمة الأهلي في كأس العالم، وهل من وجهة نظرك شايف إن حد فيهم كان يستحق يكون داخل قائمة الأهلي في كأس العالم؟ ادعم الفيديو بلايك، لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك وفعل زرار الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله.